عبارات بسم الله الرحمن الرحيم. عبارات خاصة لبعض المحدثين. إنك عبارة خاص إنك أهل حديثنا قد يطلق البخاري يعني إنك اصطلاح وان هنا. مثلا جانا بخاري بكارتينا كلمات كي كلمة ويريد بها معنى خاصة واجب معنى كي أزل أو كتايبات خصوصي أستك كقوله في الرجل مثلا حق مثلا جانا ظلام يأخذ إكران رواية كده بيجا سكتوا عنه بيفيا محدث يعني أهل حديثة ليه سكوت كرنه شيخ بن ندانه أو فيه نظر يثبت فيه نظر أما أو بشقستك يعني أنه متروك الحديث بخاري كي أو نازكة هذا تركة تكون نازكة بين قال تركيا يعني أو ناك يعني كلمة جرحي يعني مثلا إيكو خلد نورمالان إيكو أو دا استعمالت كده إيكو جي ضعيف بتروك هذا أبوي معنى استعمالت كده يعني ما أو أنه في أدنى المرأة عند منزلها كيمة ولكن البخاري لا هو بجرد في العبارة التخريج تحت تجديد هذا أو ناك يعني أو ناسكه يعني خبردانا يناسكه وتجرحتك وتخراتك بفيا يعني أو ناك قضاء نابش وكذلك قول البخاري مثلا منكر الحديث كنت منكر الحديث يعني يريد به الكذابين إذا نابل الكذاب منكر الحديث فيها كما نقل عنه ابن القطان حيث قال بس ابن القطان جي نقل كليه قلت قال البخاري كل من قلت عنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه يكون بتحقق وانا اقول منكر الحديث يواشي نحدمك معنوي تركتي قال يحيى بن معين يبي حب بيجا إذا قلت ليس في به بأس وحتى يقول في هذا زرار تنا فثقة معنى الجمل في سخانة قول الشافعي أخبرني من لا أتهمه مثلا الإمام الشافعي ديكي كو أسلين نشبه بشبه ما نبقوا مانم جبرقوتيه فكقول أخبرني ثقته وقت أسلين نبقوا مانم معناه يدمك سقطه جمل معتبره خلافا لذهبي حيث يقول سعد بي إنه نفي للتهمة فقط أو قلتنا وقت الإمام الشافعي لا أتهم تهمتنا وليس في تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة يعني في يوم متقنة يا طام دليله تبي يرتنا يعني تهمتنا أما إثباتا إيجا سقطا ويجي غير علم بك هو ذهبي قلت قول المحدث تبي أخبرني الثقة ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يكتفى به في التعديل مثلا محدث كي بيجي يكي سقطش برا قلت ونحو ذلك يكي مثلا عادل ضابط بعد سقط أو شيء ونافي نبيجي فلان كاس نوري أو لا يكتفى به في التعديل تعديل إذا نيت اللي يعني كويا عادلة نيت بركي شاوي وريه بل جموي سقط به جم خلقين سقط به فهمت كيف؟ لأنه ربما كان عنده ثقة ولكن لو سموه لجرحه غيره تبقى جموي سقط بما وتجا فلان كسه بركي ينكي جرح كل أو هاي وجهتنا به وقيل يكتفى بذلك قيل قلت مكتفى كما لو سموه شاك وقت نافي بيجي شو اكتفاء تكرد نافي نبيجي اكتفاء تكرد تمام فإن كان القائل مجتهدا أجر إيد بيجي أهل اجتهاد بك حد الأئمة مثلا وكو مثلا شافعي حنفي مالكي حنبلي وانا كفى في حق موافقي في أهل المذهب عند بعض المحقق أو قلت له بس يعني تمام ده حق إيه موافقي وش أهل مذهبي جمعك بحقه قال قلت مثلا الإمام الشافعي بلا ثقته يتشخط الإمام الشافعي طبيعي ثقته اشترى كشليه جابناك ناف بيشي أو اختلاف تحقيق ده قلت يتونه تمام متى يقبل الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل كي قد يقبل كش اختلف العلماء في الجرح والتعديل اختلافون هل يقبلان مبهمين يعني هما مر مبهم بيجي فلان كس يكي جي عالبي حديثي بيجي فلان كس مجروح يا بيجي عادله بس تقع مبهم وري يعني من غير ذيك اسباب ما سبب من بيجي اجبو فلان تشتي مثلا عادله اجبو فلان تشتي مجروحه كفيا بس او لا انا بس ذهب بعضهم إلى عدم قبول ذلك بدون بيان السبب في كل منهما إنك قلت يا سبب جرحي ليش تحدي سبب نبيجة مصادر بيجة عادل نابه صادر بيجة مجروح نابه وشرط بعضهم ذكر سبب في التعديل يعني إنك قلت التعديل إذا قال بيجة عادلة شو ما تشوكي مثلا فلان كاش قلت يا عادلة شنكي مثلا أو عادل أو كيجي نات تشيك عدالة خارج كيجي نات بيستن قلت الجرح ده نجرك ليه ذكر سبب انت جرك ومن قبل تعديل مبهمك قلت لا تعديل اصليه قلت مبهم دبه وشرط في الجرح بيان سبب فصل اما قلت جرح تشتكي عارضيه
بله. يعني وقت مثلا خرابون تشتكي عارضية ويشاكي بيان سبب ذاك. هو الذي يختار المصطلح والنووي وغيرهما. يكون أصلا ابن الصلاح والنووي وغيرهما تحشيك فيها في السياحة. بله. يعني تعديل شو أصل عدالته يا وقت بيجي مثلا عادلة ما عليه دمك تشتكي جرح كلمة ما ندت هذا يتهليه أما الجرح هذا جلس بسبب بيجي بله. في الجرح أو يعني أصل المسمارات عادل. وذهب بعضهم إلى أنه يقبل كل منهم مبهم يقول قلت نو مبهم دبين شو يكتب بيجا إذا كان الجارح هو المعدل وعالم بيسوى الجارح التعديل وقت يكتب بيجا كأسباب الجارح والتعديل زانب يكتب جارح شكي وتعديل شكي كزان بيش وقت بس جاوناك أو يمكن أن مبهم جد بين بصيرا كذلك زانابة مرضيا في اعتقادي وافعالي يكي مسألة أو به صغلان بد اعتقاد خطأ فعلي خطأ قلت ويا مبهم جي جارح وقت تعديل يقبل دبين. قال السيوطي واختيار القاضي أبو بكر وتي أبو بكر أبو بكر فيها اختيار كي ولا خول عن جمهور وجمهور يجي نقل كي بله. في جاء أبو بكر يا أبو بكر ابن العربي فرحت ها قاضي أبو بكر ابن العربي عليه محتمل أوي نقع أبو بكر البقلاني مم. بعد شو ده حد سيدا ابن العربي ده أخوي عرض الحزية بله. وده مشهور ده ابن عربي ده صوفي مم. حدث مم. تمام هو نقوله عن جبريل لك وقد اختار ابن حجر حجر ترجيح كده أن من جرح مجملا يكون بجمل بجرح هم صادق قلت فيها مجروحة مم. وقد وثقوا أحد أئمة الحديث إما حسي قلت فيها موثوقة نعم. لم يقبل الجرح فيه من أحد إلا مفسر مثل يمكن قالوا الجرح كان جاك الجرح أخو إسقاط كبير تمام مثلا مجروح أشوف فلان تشتي لأنه ثبت ثقة شيء وثقته والثقة ثابت بو فلا تسلب عنه جناي راكر إلا بأمر جلي عشان شيء أو جريكي أو يهبه تفسيره يهبه. بله. وأما إذا خلى عن التعديل بري نكربن كيف تعديل كلمة وظن قبل الجرح فيه غير مفسرين بتفسير الجرح مقبول تبع مم. إذا صدر من عارف طب يكون جرح كيك رابع لأنه إذا لم يعدل شو يناظر التعديل كلن فهو في حيز المجهول الحكم مجهول هذا وعمال قول جرح ولا من مالي يجي الجرح كيك زانا عم قوطاوي إسلاميش بكن بعمل بكن شتى قبل عمل لك تمام تمام. مهرن خلاص. مساك بك يسلم. تعارض الجرح والتعديل وقت يجي تعارض بكن إن جاء جرح كيك تعديل كده مم. وإذا اجتمع في الراوي جرح المفسر وتعديل جرح كي تفسير كي قلتنا وتعديل جهة فالجرح مقدم جرح مقدم ولو زاد عدد المعدين يأخذ إيه تعديل بكل بربنج قال السيوطي هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين وتصحيح أثره ونقله الخطيب عن جمهور العلماء جمهور العلماء خطيب يا نقل كليه لأن مع الجارح زيادة لم يطلع عليه المعدل شين جارح بيجي ميزة أف تشكيت أصونا كده تشبيه معدل ولا ديكي مم. ولو مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حالي همده أو تصديق معدل تكاب شيء أو إخبار كي ظاهر حالي أو جيبات به تمام إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عليه مم. تشكي معدل را خيانة بيه ويجرت بيجي مم. تمام شكل وقت تفسير دي بقى معناه بيجي ميزة وسببه هي وقيد الفقهاء ذلك إذا لم يقل معدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح طبي أما جو أو قبول دباء مم. جرح مفسر قبول دباء بسبب تعديله وقت يكون معدل جي نبجة أجي بسبب ظالم مم. يعني تمام فيا دلوكي كذبوا ولكنه تاب منه بله. وما جيت باكر فإنه وحيد يقدم وزمان تعديل مقدمة مم. وقيل إن زاد المعدل قدم التعديل كي قلت من بذاك أي معدل بيتم الجارحة تعدل مقبول هذا حكم التعارض بين قولين لعالمين طب يكون ده عالم تعارض كان قولي وما حكم يأذى مم. طبعا انت قلت يا جرح انت قلت يا تعديل مقدمه نوري انت مم. قلت يا كجاب ربع تمام انت قلت يا مثلا جرح مفسر بمقدمه وضحت حد مفسر اما اذا تعارض قولان عن يك عالمك جانا بيفيا مجروح جانا بيفيا عدله مم. كما وقع من ابن معين وابن حبان شارك كلنا مم. فالعمل على آخر القولين أما لك هو بذلك شيء عن صوبة أوي مم. إن علم ذاك يجي زاني مم. وإلا فتوى مم. أجر كم نظام من كجاب باشية قلت له جرحي باشية تعديل باشية وش عم توقف كنا مش خوشي بله. ما ورد من الطعن على بعض الأئمة خلاص. بس مم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين